قصة حب أو أعظم أسطورة حب، وفاء من امرأة لرجل أو من إلهة لإله. إيزيس زوجة أوزوريس الملك. إن قصة إيزيس وزوجها أوزوريس من أشهر الأساطير المصرية القديمة التي تلفت أنظار الزائرين لمعبد فيلة، حيث أن جدران المعبد تحكي الكثير عن قصة الحب بين الزوجان إيزيس وأوزوريس في جزيرة فيلة، مما جعل معبد إيزيس رمزاً للحب. إن معبد إيزيس هو المعبد الرئيسي في مجموعة معابد فيلة بأسوان، واشتق اسم فيلة من كلمة فيلو أو فيلاي وتعني الحبيبة. قد استطاعت إيزيس أن تجمع جثمان جسد أوزوريس بعد أن قتله أخوه ست طمعا في الحكم، وقطعه إلى 42 جزءا وزعها على أقاليم مصر. وقد ساعدها آمون بأن أعطاها أجنحته الخاصة لتطير بها وتبحث عن أجزاء جسد أوزوريس. استطاعت أن تجمع جسد أوزوريس، تجمعت الأجزاء وأصبح به روح. أوزوريس والروح اجتمعت مع إيزيس وحدث حمل وأنجبت حورس، وذلك مدون ومكتوب على جدران المعبد. عند مدخل معبد فيلة من جهة اليسار نجد بيت الولادة مميزي اتولد فيه الإله حورس، وعند بيت الولادة المميزي نجد فيه إجراءات واحتفالات السبوع مرسومة وموجودة على الجدران كعادتنا اليوم في سبوع المولود. نرى الأعمدة العملاقة 7 أعمدة، وهي تمثل أيام الأسبوع، ومنحوت أعلاها الإلهة حتحور التي هي مرضعة حورس، وهي رمز العطاء والخير، وهي راعية الأمومة. وكما قلنا، ونجد محفور على جدار بيت الولادة المميزي، وتعني كلمة مميزي تعني ماما باللغة اليونانية. نجد 7 حتحورات يمسكن بالدف ويقدموا السبوع للإله حورس. ونرى وجه الإلهة حتحور على كل من الأعمدة 7. نراها منحوتة على وجه إنسان وأذن بقرة. وفي أول عمود نرى وجهها عبوس، وثاني يوم يظهر أفضل بابتسامة خفيفة، وفي اليوم الثالث ابتسامة أكثر، والرابع والخامس والسادس، وفي اليوم السابع يظهر وجهها سعيد وفرح جدا بالمولود. كان القدماء المصريين يقدسون الرقم 7، ويعتبرونه رمزا للخير والسلام والصحة والحياة، ويعتبروا أن المولود صاحب الحظ في الحياة حتى اليوم السابع يستحق الاحتفال به، حيث يعتقد أنه طفل بكامل الصحة والعافية. وأيضا أن الإلهة حتحور ربة الأمومة ترعى الأم بعد الإنجاب مع الربات الأخريات لمدة 7 أيام. يعتبر المصري القديم هو أول من اختار أن يقام السبوع بعد 7 أيام من ميلاد الطفل، ويعد حورس ابن الإلهة إيزيس هو أول مولود أقيم له السبوع، وذلك كما هو مسجل على أعمدة معبد فيلة بمدينة أسوان. ارتبط السبوع بعدة طقوس، أبرزها دفق الهون ورش الملح، وذلك اعتقادا منهم بطرد الأرواح الشريرة عن المولود. وارتبط السبوع أيضا ب7 حبوب. وضع المصري القديم 7 أنواع من الحبوب بجانب المولود في ليلة السبوع، بجانب أنها كانت ترش على المولود في يوم السبوع، وهي قمح، فول، حمص، عدس، شعير، أرز، حلبة.
لأنها رمزا للخير والنماء. وأيضا إنارة ال7 شمعات عادة قديمة نسبة للملائكة ال7، وذلك من خلال إشعال 7 شمعات أثناء زفة المولود يوم السبوع. وفي ليلة السبوع للولد نحضر له أبريق له بوز ونزوجه بالشمع، والبنت نحضر لها قلة ونزينها بالشمع ونملأهم بالمياه، ويبقى الشمع مضاء وهم 7 شمعات طوال الليل في الغرفة داخل صينية نضع فيها فلوس فضة وماء، وذلك زعما منهم في العصور القديمة إنها ستوسع رزق الطفل. كما أن عدم إطفاء الشموع في ذلك اليوم يعتبر من أهم الموروثات في التاريخ المصري، وعدم إطفاء الشموع أيضا طوال اليوم الذي يقام فيه السبوع كعلامة للعمر المديد بإذن الله الذي يتمنوه للطفل. يرتدي المولود في السبوع ملابس جديدة ويوضع في منخل أو غربال مزين بالستان الأزرق للولد أو الستان الروز للبنت، وتقوم إحدى السيدات بإشعال البخور لتخطو من فوقه الأم 7 مرات، وتقوم السيدة بهز الغربال، وبعد ذلك تقوم بدق الهون بالقرب من أذن الطفل. ويرجع ذلك إلى اعتقاد المصريين بأن حاسة السمع تبدأ عند الطفل في اليوم السابع من ميلاده، فيقومون باصطناع الصخب بجوار أذنه حتى تعمل هذه الحاسة. أطفال يحملون الشمع المشتعل مرددين الأغاني الجميلة. الملكة إيزيس، وهي أول أم في التاريخ المصري، قامت بخط 7 خطوات فوق مولودها لرقية مولودها من أي شر، وتوارثها الأمهات المصريات عبر التاريخ حتى وقتنا هذا. إن كتب التاريخ أثبتت أنها عادة قديمة للغاية ترجع لعصر الملكة إيزيس.